نخبط فيها. الدستور هتروح؟ روح. هتقول نعم ولا لا؟ هقول. هتقول ايه؟ هقول نعم. يا ليل يا ليل يا مطال الليل. هتقولي نعم ولا لا؟ ايوه نعم، احنا عاوزين مصر تتأخر على تبقى جميلة والجو يروق ونعيش في حياة مستقرة، يا رب يروق لنا العسر يا رب. نعم طبعا. مين بيقول لك يا حاج تروح تقول ايه؟ لا انا لوحدي، ما حدش يقول لي لا انا تبع ده ولا تبع ده. احنا عشان الشبابات احنا رايحين، انما عشان الشبابات بقى ما حدش يزعل حد ولا حدش يعمل مظاهرات ويضرب التاني. ما شوفش انا بذاكر. هنقول نعم. احنا عايزين نعيش في امان. روحي بقى اصور بقى انت هناك المكنه شغاله ايه على البتاع. احنا بنحيي السيس، احنا عاوزين مصر عمار مدى الحياة، يخرب بيت اللي عاوز يخرب مصر. انا مع مرسي. اللي يحب مرسي هو زي ما هو عايز، انا بحب السيسي. أنا أؤمن بالمساواة وبحب الناس لبعض واحترام الصغير للكبير واحترام الكبير للصغير وضمان كل إنسان لحقوقه. اولا هم انا مدير مدرسه، الدستور الجديد عمل للمعلمين وعمل للفلاح وما خلاش حاجه. ما انا قريت المواد وهو الدكتور عمرو موسى وهو بيوافق عليها، تنتنا قعد لحد الساعه حوالي 1 بالليل. نعم للصبح. لو شاف حاجه مش صالحه هقول نعم ليه؟ طبعا هو ما فيش فيه حاجه تشينه. ده احسن دستور اللي عمل كده. هتقول نعم ولا لا في الدستور؟ هقول نعم. 247 ماده الناس كلها بالاجماع. الإنسان لازم يعتبر نفسه مولد كلها. ما دمت أنا عايشة فلا بد إنه يكون لي آمال ويكون لي أحلام، أتمنى من الله إن هو يحققها. هتقولي نعم ولا لا؟ لا نعم. يا الف نعم في بعض. مواد جديده الناس اشتغلت عليها كويس قوي. يا رب تنهدي مصر يا بنتي، يا رب تنهدي مصر. احنا بتوع 25 واحنا بتوع 30. انت لا تشهد علينا والله. هتروح الاستفتاء؟ هنقول نعم ان شاء الله. لسه ما نقرا النهارده الباقي بقى. فهمنا كل حاجه، ما عادش حد وحش كان. قلنا نعمين. والله احنا عايزين نعمله رئيس. هو مين؟ السيسي. لا احنا هنقول نعم. هنقول نعم للسيسي. يلا معاك. عشان اصلح البلد. لما نقرا الاول نعرف نعم ولا لا. دولة مدنية محترمة بدل دولة مرسي العفنة. وبعدين ده دستور يعني مش قرآن، حتى لو فكرنا نحن نغير نعم هنغير. والبلد مش محتاجه ان احنا نتاخر في وضع الدستور. واعتقد ان السيسي موافق عليه، مش كده؟ يكفيني هذا. لجنة التنسيق كلها ناس محترمة. سمعت لحد ماده 136. جموع الشعب كله بآرائه فيه، ما عطوش مزايا للقوات المسلحه على قديم زي ما هو. ما تسالي 95% بينفروا من التطرف. لو كويس طبعا هقول نعم. اول حاجه ان انا لما اكون ماشيه ما حدش يعرضني كمنقبه او مش منقبه او نعم عشان ما يرجعوش تاني. دستور ايه اذا كان البلد متنيله؟ البلد هتتصلح وكل حاجه هتبقى حلوه. والله ما انا فاهمه الدستور الجديد ولا القديم. انت قلتي لي انت حبيبك مين؟ محمود شكوكو. تفتكري لو شكوكو كان عايش وشاف اللي بيحصل دلوقتي كان هيبقى حزين جدا على البلد. جدعان في كرموز والمنشيه الشربتاته. و30/6 ليس انقلاب، ثورة شعب حر ولا للإرهاب لا لجماعة الإخوان. الدستور الجديد يبقى عايزين كل حاجه حلوه. نفسي اتجوز بس نفسي نلاقي لهم تعيش. يعني نشتغل بالشهاده بتاعتنا. الناس اللي بشوفها قاعده دي نفس الناس دي تعيش في بيت مستقبل. نفسك في ايه؟ نفسك تطلع ممثل. أنا نفسي أطلع ظابط. مصر هي الشعب الحر، شعب مصر. نعم للدستور ونعم للسيسي.
اللي هيقول لا ده عايز خراب البلد. اقول نعم. ده مصر. بحب مصر. عايزين الدولة تمشي وتتحرك. صباحك وعم. صباح الفل. صراحة كده والله ما تطمنوا قلبي، والله خايف تكونوا تبع حاجة تانية ولا بتاع. من أول الأستاذ أحمد باين، من أول ما كان بيصور على كوبري نفيشة عايز أندهله وأقول له حضرتك تبع إيه؟ انت كنت خايف يبقى تبع ايه؟ تبع الإخوان، تبع القطر، تبع الجزيرة. احنا البندقية ولنا المثال تبقر بحرية نعمل في القناة. احلى بورسعيد ترجع لسنه 80. لو رجعت بورسعيد لسنه 80 الجمهوريه كلها هترزق. هتروحوا الاستفتاء بتاع الدستور؟ طبعا لا شك. هتقولوا نعم ولا لا؟ هنقول نعم بقلب جامد كمان. لازم افهم اقول نعم على ايه او لا على ايه. وبعدين انا ضد في التلفزيون مكتوب نعم للدستور. كله نعم. نعم ولا لا؟ نعم. ابطال. نعم. لا انت كم؟ نعم ان شاء الله. احسن من اللي فات؟ طبعا احسن بكتير. هتروح الاستفتاء بتاع الدستور؟ طبعا ان شاء الله. خليك معايا يا جمال ثانية واحدة. هتقول نعم ولا لا؟ لا طبعا هقول نعم. طب وجمال هيقول ايه صح؟ يا جمال اهو وادي السبيكر كمان. جمال هتقول نعم ولا لا؟ نعم طبعا. ماشي حبيبي اكلمك تاني يا جيم. ليه نعم. مصر كانت دائما عظيمة وهي اليوم مجاهدة وغدا ظافرة بإذن الله. أهلا بالصلح وأهلا بالناس تبقى كلها سيان واحد. من زمان ما نعرفش مسيحي ولا مسلم، الناس اخوان. مرسي خربها الله يخرب بيته. نعم طبعا. نعم. انا لسه هسأل. لا. نعم ولا لا؟ هتقول لا. ما بيفهمش. انا كمان في اللجنه طبعا لازم اشرف ولازم اكون واقفه، مش بلدي. هنقول نعم طبعا عشان البلد تمشي. قول نعم للدستور. نعم للدستور. نعم للدستور. ايوه انتوا تبع قناه ايه طيب؟ جزيره. لا مش هعمل الناس اللي هتعمل. ده شيء طبيعي لازم عشان نروح. مصر تطلع لفوق. ده شكل شبرا كلها نعم. ومصر كلها نعم ان شاء الله. طبعا هي فيها اختلاف. حضرتك هتروحي الاستفتاء يا فندم؟ هتقولي نعم ولا لا؟ نعم. شوف. هتروحوا؟ طبعا. نعم ولا لا؟ نعم. قولوا نعم. هنروح طبعا. نعم طبعا. نعم. ليه؟ ليه؟ عشان مصر ترجع تاني. ونعم للسيسي. نعم للدستور ونعم لخريطة الطريق، مش السيسي بقى ما تقعدش تطبل مع الشعب اللي بتدعم السيسي. لا ونعم للسيسي. انت الاصيله يا مصر وكلنا عارفين انت الاصيله يا مصر. ايه معوض حاطط نعم للدستور؟ ايوه حاضر نعم. نهايه للدستور. نعم للدستور. هتقول نعم ولا لا؟ نعم. يحيى جيش مصر. لما ترجع الشرعية ان شاء الله. احنا المصريين وقادرين على اي حد. دي مصر ام العالم، مصر جميله. احنا ما نعرفش نقرا ونكتب، بس احنا طالما بنسمع ان في ناس كويسه هي اللي بتحمي كل شيء، احنا لازم نقول نعم. وكمان انا بحب السيسي جدا وواثقه فيه. هقول نعم ان شاء الله. هقول نعم. هتقولي نعم ولا لا؟ هتروح ولا لا؟ هتقول ايه؟ عجبي عليك يا زمن بترسي ناس على البر وناس تتوه في البحر قاسوا العذاب ومر. نعم ونص كمان من غير ما يتصلح. نعم ان شاء الله. نعم. نعم لايه؟ احنا خدنا قلم ما نقدرش ناخد الثاني. لما اعرف فيه الاول هنزل واستفتى عليه. نعم قوي. قول له نعم. نعم. ما خلاص العبيط فتح. هتقولوا نعم ولا لا؟ مصر بلدنا بلد سواح فيها الأجانب تتفسح وكل عام وقت المروح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا. هنقول نعم ان شاء الله طبعا اكيد. الناس عايزه مواد تمسهم، خلي الحال يستقر والبلد عشان تمشي. البلد ترتاح وتبقى تمام. هو خيار واحد، لان احنا نقول نعم لان احنا طلعنا في 30/6 على خريطه الطريق. احنا طبعا مؤيدين طبعا السيسي، مش عاد كلام. انا حفيدي لسه جايب اسمه ده شهرين، لسه جايب طفوله صغيره اسمها السيسي. احنا الصعايده دايما في عاداتنا وتقاليدنا نحب الراجل الشديد وراجل قوي وراجل كل حاجه وكلمته ما يرجعش بكلامه يعني. احنا شفنا محمد مرسي راجل ضعيف. نعم يا ست الكل. نعم نعم نعم. This man is a foundation of democracy.
الله اسوان يعني ان شاء الله نعم. نعم ان شاء الله. نعم نعم. لو صلحنا انفسنا مع بعض ربنا هيصلح حالنا. انا كنت فين لما شبتي، انا هنتي لما انت هنتي، من تناديك اتولدتي. ان شاء الله نعم. لا ان شاء الله نعم. احنا بنضيع وقتنا في اللعب عشان ما نتكلمش في السياسه. هنقول نعم عشان الدنيا تمشي، عشان الدنيا تستقر. قبل ما اقرا برضه هنشوف القرايه وبعد كده. يا حاج هتروح الاستفتاء بتاع الدستور يا حاج؟ امال ايه؟ هنقول نعم. والله امال ايه؟ قريت شويه؟ قريت شويه وبنسمع في التلفزيون كمان دايما المناقشات اللي بتحصل. والله العظيم احنا لازم نقول نعم عشان الحال يمشي نو. نعم تعرف يعني ايه؟ يعني اليري 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 ودستور اليري ودستور اليري. انت الاصيله يا مصر وكلنا عارفين، انت الاصيله يا مصر وكلنا شاهدين، بحق محمد نبينا وعيسى نبي الله. انا ابن المنوفيه وصعيدي يا سيدي، وسيدي كان فلاح وحي على الفلاح، وعمال عاملين عملوا الخزف والصيني، موصيني ابويا بكل فلاح، وقال لي مصر جميله مصر جميله.